خليكي ست بيت شاطرة ودوري كده على اماكن التوفير. عارفين يعني ايه اماكن التوفير؟ اي مكان بيبيع حاجة هتوفر معاكي ان شاء الله جنيه، روحي وهاتي منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة بقى يا بنات، فيديو كده ايه، شوية خضار مش من السوق، من مكان كده ان شاء الله كده تلاقوا المنفذ ده قريب منكم. بجد هتفرق معاكم جدا، ومش هتروحوا السوق تاني وهتجيبوا كل حاجاتكم من المكان ده. حطي بقى لايك للفيديو واكتبي لي كومنت حلو كده اثبتي لي وجودك بيه، وشكرا ليكم ولدعمكم ليا. هسيبكم بقى ايه تتفرجوا كده على الفيديو، الاسعار بقى والمكان وكل حاجة كده ايه بتفاصيلها، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة فيديو مشتريات. يعني جبت شوية حاجات كده في البيت، مش مشتريات لا هي مشتريات سوق. تمام. بس جبت شوية خضار كده من مكان بجد حلو جدا، يعني عرفته بالصدفة كده، وهقول لكم الأسعار وهقول لكم المكان فين. تمام. بصوا يا بنات، هطلع لكم بقى ايه حاجة حاجة كده. اقول لكم الاول المكان يا بنات، لو انت من اسكندريه، هو مكان عربيات كده تبع الجيش. تمام. بصوا سامعين القط؟ مش عارفه اصور منه. ايوه يا بنات، كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول المكان ده عربيات تبع الجيش. شفتها بالصدفه، يعني كنت في مشوار كده الصبح فلقيت عربيه وناس كتير قوي كده واقفه، فقلت اتفحص كده واشوف ايه ده، بيبيعوا ايه ولا في ايه. فلقيت بقى خضار، هوريكم دلوقتي يعني كل الحاجات اللي موجوده انا جبتها. تمام. هقول لكم بقى على اسعار، بجد الاسعار حلوه جدا. خليكم معايا بقى. بصوا يا بنات، الخيار دي الاكياس بتاعتهم، هو العيب الوحيد ان الاكياس صغيره. بصوا الكيس صغير كده، وتقعدي مثلا لو انت عايزه 2 كيلو او 3 كيلو فالكيس مش بيكفي، فالمفروض تاخدي معاكي اكياس عشان يعني بعد ما توزني في الاكياس دي تحطي فيها. واخده بالك؟ فانا للاسف ما كانش معايا حاجه، بس كان في واحده واقفه فادتني كيس، قالت لي عبي فيها ايه، حطي فيها الحاجات بتاعتك. فانت حسب المنطقه بتاعتك. ده يا بنات، قلت لكم انا ان هو العربيات دي اللي هي تبع الجيش موجوده في شارع الجلاء فيكتوريا، بعد ما تعدي مزلقين القطر. اكيد بقى اللي قريبين من المنطقه دي هيبقوا عارفين. تمام. اول ما تعدي مزلقين القطر هتلاقي كده ايه على اليمين قدام شويه كده العربيه دي، وقدامها ما شاء الله خيرات الله، ولكن ما كانش فيه طماطم، يعني كل الحاجات دي وما كانش فيه طماطم. بس الاسعار للامانه مختلفه خالص عن السوق. بصوا يا بنات الخيار، بصوا الخيار ما شاء الله حلو. الكيلو ب3 جنيه ونص، يعني ال3 كيلو ب10. انتوا متخيلين الخيار ده بنات في السوق ب10 جنيه وب12 جنيه. بس فهو زحمة شوية، بتقفي طابور وبتاخدي كل حاجتك، ولكن بيمشي بسرعة، لان اللي واقفين على العربية دي عساكر كلهم يا حبايبي، عساكر كده صغيرين، شباب زي الورد يعني. ف واقفين بيوزن واللي واقف بيخلي باله من الحاجة وكده. بس ولكن يعني زحمة، ولكن الطابور بيمشي بسرعة. خلاص. الخيار ب3 جنيه ونص. بس انا بقى ايه احط الحاجة بالمرة كده، عشان ايه لما حطيت كله والاكياس صغيرة فكله اتقلب هنا. زي بنات الخيار، بصي الاكياس صغيرة خالص، مكتوب عليها مشروعات الصوبات الزراعية، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. تمام. الشركة الوطنية للزراعات الايه المحمية، بس هو ده تبع الجيش. وحاجتك انت اللي بتنقيها بايديكي وزي ما انت عايزه. ال3 كيلو ب10، ده ايه الخيار. فانصحك بصوا اللي مكتوب عليها، بس كيسه ايه صغيره. انصحك حسب المنطقه بتاعتك
روحي واسألي، شوفي العربيات دي المنافذ بتاعتها فين. فبجد بس على فكرة هي بتبقى بدري شوية، بيقولوا تقريبا من 9، انا كنت هناك 10 فلقيتها زحمة كمان يعني، فاهمين؟ بيقولوا بقى انا كان اول مرة اشوفها زي ما قلت له كده صدفة. فهي تقريبا انا سألت فقالوا بتقعد تقريبا للساعة 2، يعني من 9 ل 2. تمام، فانت انزلي بقى الساعة 10 11، الوقت المناسب ليكي. ده الخيار اهو التلاتة ب10. جبت يا بنات بدنجان عروس اللي هو الابيض ده، الكيلو ب5 جنيه. الكيلو ب5 جنيه طبعا. السعر حلو جدا بالنسبة للسوق. تمام، وبتنقيه برضو وحلو جدا. ده بيبقى حلو قوي في المحشي. جبت كوسة يا بنات، الكوسة ب5 جنيه. الكوسة ب5 جنيه. طبعا الأسعار حلوة جدا. اكتبوا لي بقى كده في الكومنتات الأسعار فعلا حلوة ولا أنا بس اللي شايفاها كويسة. يعني الخيار التلاتة ب10، البدنجان ده ب5 جنيه، الكوسة ب5 جنيه. بصوا حلوة وزي الفل. بصوا أكلة محشي. جبت بنات فلفل ألوان، بس الألوان بتاعته مش صريحة، عارفين انتوا اللي هو ايه مثلا. بصوا هي حلوة، هي مش دبلانة وجميلة طازة، ولكن تحسي ايه فيها أخضر شوية. الأحمر برضو بصوا تحسي ان فيها حتت ايه غامقه شويه، ولكن حلوه جدا وطازه فريش. انتوا عارفين يا بنات ده بكام؟ الكيلو ب22 جنيه او ب22 جنيه ونص بالظبط. ده الفلفل الالوان يا بنات ب22 جنيه. بحب افرزه بقى، بقطعه كده احطه في اكياس، بينفع بقى تحطيه على ورقه لحمه، تحطيه على خضار، على شاورما، على اي حاجه، بيبقى حلو جدا. خلاص الكيلو ده ب22 جنيه. جبت يا بنات بدنجان رومي، الكيلو ب2 جنيه ونص. في السوق الدبلان ب5 جنيه، يعني تلاقيه مش حلو كده ومش طازة، بيتباع ب5 جنيه في السوق. والحلو هتلاقيه ب8 جنيه. تمام. ده بصوا فريش وجميل ومنقيه بالواحدة، الكيلو ب2 جنيه ونص. انا بصراحة بقيت اوزن يعني اقول له ايه زي ما يطلع، فانا مش متذكرة الكيلوات بصراحة. يعني انا جبت الكمية اللي انا عايزاها، وهو بقى ايه بقى بيوزن ويقول لي كام. انا هقول لكم الخضار ده كله كده عامل كام، بجد مش هتتخيل. تمام. ده كيلو ب2 جنيه ونص. جبت بنات فلفل رومي، الفلفل الرومي ب5 جنيه، الكيلو ب5. اخدت معاهم كده كام واحده برضو، يعني الاخضر ده بيبقى معاه كده الاحمر، فاخدت 2 كده، قلت ايه على باميه على حاجه، انا كمان ايه جايبه باميه بس مش جايباها من هناك. الفلفل ب5 جنيه. تمام. بصوا عايزه اقول لكم بقى ايه، استنوا لسه هنا في فلفل اهو. بصوا بنات كميه الاكياس بجد، استنوا. بصوا كميه الاكياس. الاكياس بصراحه صغيره جدا، يعني عارفين يا دوب كده. يعني البدنجانيه دي تحطيها هنا ازاي؟ هتاخد 2 مثلا، فالافضل تاخدي معاكي اكياس. بصوا الاكياس.
المهم بقى يا بنات، جبت ورق عنب، بس ورق العنب ده مش من عندهم. الخضار ده بصوا استنوا عشان ايه ما تتلخبطوش. الحاجات دي اللي هو الفلفل الرومي والفلفل الالوان والبدنجان والبدنجان الابيض والكوسه والخيار، كل الحاجات دي كده عامله 60 جنيه. تمام. الاسعار حلوه بجد، الاسعار كويسه جدا. ما كانش عندهم بقى ايه غير الحاجات دي، يعني كان عندهم بقى الفلفل الاحمر الشطه، مش فاكره اسمه، مش فاكره سعره بصراحه، ولكن انا ما كنتش محتاجاه فما جبتش. تمام. ولكن ما كانش فيه طماطم بقى ولا فيه ورق عنب، ولا كان عندهم باميه برضو يا بنات ب 30 جنيه، بس انا ما جبتش عشان ما كانتش اللي هي نوعيتها مش حلوه الكبيره دي. تمام. كانت ب 30 جنيه فما جبتش منها، بس انا جبت من مكان تاني. جبت يا بنات ورق عنب بناتي، الكيلو، الكيلو يا بنات ب35 جنيه. لا سوري، ب40 جنيه الكيلو، ب40 جنيه. خلاص. تعرفي بقى ان هو بقى ورق عنب، مش ورق توت اللي هو التاني ده. تمسكيها كده ما تتكسرش معاكي، تلاقي بصوا بتتفرد اهي حلوه، وتاخدي حته من دي كده تدوقيها، بصي تلاقيها مزه. تمام. بس ورقه طريه وحلوه. ده يا بنات الكيلو ب ب40 جنيه، انا مش مركزه ليه، ب40 جنيه. ده هفرزه. طبعا فرزته معاكم كتير، اللي هو برصه فوق بعض، بشيل دي، ممكن ما تشيلهاش كمان، بس بشيلها انا وارصه كله فوق بعض من غير ما تجيب عليه ميه ولا حاجه، وببرمه كده بالاسترتش، وبيقعد عندي من سنه للسنه. خلاص. فاللي عايز يخزن يخزن دلوقتي. انا جبت كيلو بس، ان شاء الله، لاني الحاجات كانت تقيله عليا بصراحه، فان شاء الله ابقى اجيب ايه تاني. هو قرب يمشي، يعني مش قرب يمشي، اللي عايز يخزن يفرز ورق عنب يفرز من دلوقتي. خلاص. ده يا بنات جايباه منين؟ جايباه من واحده قمر كده، اللي هما بيقعدوا الصبح كده بيبيعوا الحاجات الفريش. جبتها من عندها يعني. تمام. جبت من عندها ورق العنب، وجبت من عندها الباميه. بص يا بنات، الباميه بقى ايه عايزه اقول لكم، منقياها بالواحده. احسن يعني، الباميه دي احسن من اللي عند الجيش. استنى كده مش عايزه يتفتح اهو. بصوا يا بنات، منقيه بالواحده والله. الكيلو ب35 جنيه، اللي في الجيش عربية الجيش كانت ب30 جنيه، ولكن كانت كبيرة ومش حلوة، اللي هي البامية البيضة دي اللي بتتعمل ويكا ويكا. لكن دي حلوة قوي بقى، اللي انت ايه تطبخيها كده. جبت برضو من اللي انا جبت منها البامية والورق العنب، جبت منها خضرة محشي. بصوا يا بنات، طازه كده ايه وفريش، شبت وكزبره وبقدونس، دول كده ب5 جنيه. يا رب الفيديو النهارده تكونوا استفدتوا منه. واسالي في المنطقه بتاعتك او مكان قريب منك على المنافذ بتاعت الجيش، وان شاء الله هتلاقيها قريب منك، فانصحك تجيبي منها افضل من السوق بكتير. ده الفيديو بتاع النهارده، لو عجبك حطي لايك واكتبي لي كومنت قمر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.